گیشتر ارمان جن خوب آزادی سروکاتی گفت چالاکی دبه گاوک چالاکیک دین گاوک جواب بکاین آزادی متوان انو تبا پیروز دکن حواله نیجا اف چالاکی او پروات داره دبه گرمی ده دناو آوان شرط و مرجع زحمت ده دیسا هم لکولانان لقاضان هلوستین خواه نرینین خواه داخوازین خواه تینین زمان قیرینین خواه دگیرین جیهانه جبو آزادی خواه جبو رومت خواه جبو آزادی سروک خواه اگر ملتکی ببیرنگی زندی چالاک فدکار لبرانبری همه زحمتیان جهلوست خوگاه پارجنامه جه ملتکی هجای آزادیه ملتکی هجای که انسان به ده انجارا خوشبوی فدا بکه علمه هجا برکس جان نادو پرسن دبیجن اون چما دبیجن آزادی سروک آزادی همه اون شبا چه دبیجن بی سروک جیان نابه برسکه مافداره جبرگو ام لآزادی خود کرن ام لهبونا خود کرن ام لإراده خوی آزاد کرن سروک جی ویر یه پیکتینه سروک جی پیشنتی آوید که هنگر ام بانگ آزادی سروک خونه کن وی چاقیتی و آتایا گم جبو خود کولتی قبول بکن جبر به همه کسی آزادی خواست دما گو براست تو خواجر کولتی رزگار ببین ويبيجي ياخذ لي بروجا آزادية كيف بيش ذاك الميداني. اليوم هذا التجمع هو من أجل حرية القائد، ولكن حرية القائد نحن ما نقصد فيها الحرية الفردية أو الشخصية بقدر ما هي أنه حريته تعني حريتنا جميعا. حريته تعني قبول الأنظمة الحاكمة المستبدة العالمية، قبولها لحل القضية الكردية ولحل القضايا العالقة في المنطقة. حريته تعني أنهم يقبلون الحل أو المبادرة اللي طرحها القائد أوجلان في سبيل السلام وبناء المجتمع الديمقراطي. لذلك تواجدنا في هذه الساحة هو مشان نحقق الحرية والأمان والاستقرار لهذه المنطقة. لكن شلون؟ الوحيد أو اللي بالدرجة الأولى يحارب حل القضية الكردية، يحارب إنشاء سوريا ديمقراطية، هي دولة تركيا. في قلي شركي بير مازنكر تكوشينكي بير جرانكر برخدانيكي بير مازنكر تشارك مرجين جيان زحمت جيانكر بحزارة الشهيد وبريندار دان جبا چبو جبا ناساما مبو جبا قلن هزن ناف نتوي وهزن دن جارك دن في إراديج نديتي ببينن نشبا قو هزن دردار جارك دن تكوشينا في قلي برخدانيا واشناش نديتي ببينه تايبت دولة ترب او إيروجي حكومة قو يا دميكي لشامي دخوازن جارك دن في قلي إرادة في قلي ناصما في قلي تكوشينا في قلي برخدانيا في قليش نديتي ببينن. الأخوات والأخوة الحضور الكريم بكل مسمياتكم، نحن كسوريين قبل أن نكون طوائف وقبائل وعشائر ومجتمعات، هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا القائد، وأنا أقولها بكل ثقة،
وليس إطراء فقط. هذا الرجل استطاع أن يوصل القضية الكردية لأعلى المستويات بالعالم. هذا بشكل عام. وبشكل خاص استطاع أن ينسق وأن ينظم بين العربي والكردي والمسلم والمسيحي والتركماني والسرياني والآجوري والأرمني وكل السوريين. لا أريد أن أطيل عليكم لأن الدنيا حارة. باختصار، لقد أتتنا رسالة من القائد عبد الله أوجلان لجميع العشائر والقبائل العربية، وكانت صدى ترحيب وليس إعلاما، وباسم قبيلة الأم، قبيلة الطي السورية قبل أن تكون عربية، باسمها نوجه من هذا المنبر وباسمكم كردا وعربا ومسيحيين وإيزيديين وكل السوريين نقول: هذه الرسالة هي رسالة إنسانية قبل أن تكون سياسية، قبل أن تكون لها أصداء أخرى. لذلك نتمنى أن يكون الحوار مستمرا بين هذا القائد الغالي الجنرال مظلوم عبدي وبين الوفد الذي يمثلنا بكافة أطيافه، وما بين السلطة السورية الجديدة في دمشق. نحن لا نيأس كسوريين، لا نيأس، نريد عدم سفك الدم السوري. كلنا ننتظر أن يكون هناك فعلا حوارا حقيقيا سوريا شاملا، وأن يكون أهلنا الكرد لهم البصمة الحقيقية، لأن هذا الشعب بدون مجاملة، هذا الشعب قاوم وله قضية كما القضية الفلسطينية. القضية الكردية تهمنا كعرب قبل الكرد، لأنها قضية محورية جغرافية. إن نعم الكرد، نحن العرب والمسيحيين والإيزيديين وكل السوريين ننعم بالاستقرار.